السلام عليكم أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله بخير. اليوم رح نحكي عن تمارين الشرط. حلو؟ طيب، لما قلنا ليكن المجال I مركزه A ونصف قطره R. حلو؟ طيب، بينكتب بهالشكل هاد إنه I تساوي A ناقص R و A زائد R، لأنه نحن بنعرف المجال من الصغير للكبير، مثل ما انكم ملاحظين هون مجالات مفتوحة. طيب، قال نلاحظ أن A ناقص R ماشي زائد زائد على 2 شو بيعطينا؟ بيعطينا 2 على 2. مين طلع معنا؟ معناها إذا بدنا نحسب مركز المجال ماشي شو بنساوي؟ بنجمعهم ونقسمهم على 2. شايفين؟ طبعا انتوا على رواق امسكوا اجمعوهم مع بعض وقسموهم على 2. طيب، إذا ما وضحت الصورة حاليا. طيب، قال إذا نحن بدنا نصف القطر شو بنساوي؟ قال كمان بنشوف إنه إذا نحن أخذنا الكبير اللي هو A زائد R ناقص الصغير اللي هو A ناقص R، ماشي؟ طبعا بندخلوا عليه الناقص، فبصير عندنا هون ناقص A زائد R. حلو؟ فالA مع الA بتروح، ضل عنا مين؟ الR. بصير عنا 2R كمان على 2، فبضل عنا R. عرفتوا ليش قسمنا على 2؟ مشان ما يصير عنا نحن قطر، بدنا نصف قطر نحن. طيب، نحن بهالتمارين هاي ايش بيطلب منا نحن؟ انه نوجد قيمة A او نوجد مجال، ماشي؟ او نوجد مجال. طيب، هل A ايش بتكون؟ اما تكون X اكبر من A يمكن يطلبها، او تكون X اصغر من A. حلو؟ طيب، رح ناخذ مثال حاليا. تمرين بيقولنا لنتأمل التابع f الx المعرف على r ما عدا الناقص 3 على 2. فنحن هون عم يقولنا تابع مجموع تعريفه r ما عدا الناقص 3 على 2. وفق التابع انه f الx تساوي 4x ناقص 5 على 2x زائد 3. الطلب الاول عم يقولنا احسب نهاية تابع f عند الزائد لا نهاية، فبنشوف انه نحن هو التابع تابع صحيح بسط ومقامه صحيح، فالنهاية هي قسمة الحد المسيطر في البسط على الحد المسيطر في المقام. بس بنلاحظ مباشرة، يعني ملاحظة سريعة، انه درجة البسط تساوي درجة المقام، فهي النهاية الامثال على الامثال 4 على 2، فبيعطينا 2. حلو؟ طيب، 2 عم يقولنا عين العدد الذي يحقق الشرط إذا كان x أكبر من كان f الx ينتمي إلى المجال المفتوح مركزه 2 ونصف قطره 0.05، والمجال طبعا هو I. ماشي؟ المجال مين؟ I. مين مركزه 2 نصف قطره 0.05. طيب، نحن في عنا طريقتين للحل. طيب، رح نحل بطريقة، واللي هي أول شي أعطينا نحن المركز 2 ونصف القطر هو شو؟ 0.05. طيب، طبعا نحن لازم أول شي نحسب نهاية التابع f الx، لازم نحل الطلب الأول بعدين نحل الطلب الثاني. بس هلا بالأتمتة ما ضل يعني إنه شي ترتيب، ما ضل في داعي للترتيب، ماشي؟ بس يعني خليكن على نفس هالطريقة هاي، لأنه ما بتعرفوا أي ساعة بيخطر لها بترجعوا تقولكن لا خلص بطلنا ما عاد بدنا أتمتة، نرجع لكم إياه تحريري، ما يمشي الحال. طيب، القانون شو بيقول؟ بيقول انه f الx ناقص ماشي، f الx ناقص اصغر تماما من نصف القطر، ماشي؟ اصغر تماما من نصف القطر، ماشي؟ طيب، f الx ناقص المجال مركز المجال اصغر تماما من نصف القطر. طيب، طبعا ليش حطيناه بالقيمة المطلقة؟ مشان اذا طلع سالب نسويه موجب. حلو؟ طيب، لأنه نحن هون عم نحكي عن نصف قطر. نصف قطر شو؟ يعني مسافة، فهو صحيح أصغر من نصف القطر، بس ما بيكون إنه يكون بعد سالب، ماشي؟ يعني داخل لجوا هو المجال ما شايفينه نحن. المهم هلا هون بنعوض نحن f الx ناقص 2 أصغر تماما من 0.05. هلا 0.05
هي نفسها 5 ضرب 10 قوة ناقص 2. ليش ناقص 2؟ قال لأنه الفاصلة بعد عددين، ف10 قوة ناقص 2. طيب الخمسة مو هي ضرب 10 قوة ناقص 2 مو هي نفسها 5 على 100، لأنه 10 قوة ناقص 2 نزلها تحت بصير 10 قوة 2، وال10 قوة 2 هي نفسها 100. طيب 5 على 100 لو قسمنا البسط والمقام على 5، الخمسة كم 5 فيها؟ مرة واحدة. والمية كم 5 فيها؟ فيها 50 صح؟ يعني 20، لأنه كل 50 فيها 10، فصارت احنا عنا 1 على 20. حلو؟ طيب نجي لهون 4x ناقص 5 على 2x زائد 3. مين هذا هو نفسه التابع. طيب ناقص 2. فهون شو بنساوي نحن؟ قال بنوحد المقامات. وحدوا المقامات لنشوف. لو ضربنا هون نحن ب 2x زائد 3، وهون باش نضرب بواحد مشان يصير كل مقام موحد. طيب هون لو ضربنا ب 2x زائد 3، يعني كأننا عم نقول 2 ضرب 2x شو بيعطينا الجواب؟ ناقص 4x. 2 ضرب 3 بيعطينا 6. حلو؟ طيب هاي الناقص منفوتة، فبصير عنا ناقص 4x ناقص 6. ماشي؟ هذا المقام المشترك نفسه. طبعا هون 4x مع الناقص 4x بروحوا مع بعضهم، ضلنا ناقص 5 وناقص 6 بيعطينا ناقص 11. ماشي؟ والمقام على حاله. طيب هذا كمان بننزله على حاله. طيب هلا ناقص 11 هون على 2x زائد 3 شو بدنا نساوي؟ نحن كل دورتنا بدنا اخر شيء نعزل مين؟ بدنا نعزل اما x اصغر من a او x اكبر من a. هو طبعا اني بده شو طلب منا؟ x اكبر من a. طيب فهلا نحن شو بدنا نساوي؟ هاي القيمة المطلقة للبسط بنزيلها. شو بدنا نزيلها؟ ناقص 11 بالقيمة المطلقة شو بدها تصير؟ بدها تصير 11 بس من دون قيمة مطلقة. خلاص يعني هي وظيفتها انه تسوي ما بداخل هالقيمة المطلقة يضل موجب، فهو بما انه سالب بنشيل منه اشارة السالب وبنشيل القيمة المطلقة معه. طيب هلا نحن هون ال 2x زائد 3 كمان بما انه x عم تزعل الزائد لنهاية فx اكبر من الصفر، صح ولا لا؟ يعني ال 2x زائد 3 هن اكبر من الصفر. طيب فنحن بما انه اكبر من الصفر كمان بنزيل القيمة المطلقة. حلو؟ طيب هلا شو بدنا نساوي؟ نضرب الطرفين بالوسطين. شو بيصير عنا نحن؟ بصير عنا 20 ضرب 11 و 2x زائد 3 ضرب 1، فبصير عنا نحن 2x زائد 3 أكبر من 220. هاي بظن إنه يمكن ما وصلت الفكرة مزبوط. 2x زائد 3 كانت بالمقام، و11 عنا هون أصغر من 1 على 20. حلو؟ فهاد ضرب هاد بيضل هون بالطرف هاد. حلو؟ وهاد ضرب هاد بيضل بالطرف هاد. طيب معناتها شو رح يصير عنا نحن؟ 220 أصغر من مين؟ 2 إكس زائد 3. أنا شو كاتب لكم هون؟ كاتب لكم إنه 2 إكس زائد 3 أكبر من 220. هو نفس الحكي يعني هون 2 إكس زائد 3 أكبر من 220. فهلا شو بدك تساوي أنت؟ بتمسك الثلاثة هاي بتنقله للطرف الثاني، فبصير عندك شو؟ ناقص 3. حلو؟ يعني 217. طيب 217 نقسم على أمثال الاثنين على أمثال الإكس اللي هي 2، فبصير عندك 108.5. ماشي؟ فنحن هون قيمة شقد 108.5. 108.5. هلا هي هون قيمة ماشي 108.5. نحن بنقدر ناخدها انه هي 108 كمثلا تقريبي. ماشي بس نحن طلعت معنا شقد 108.5. انتم مشان انه اذا اجت بالامتحان هيك وهلا طيب انا شو عرفني انه هو اخذ 108 ولا 108.5؟ بالامتحان ما بيجي فواصل ابدا. ماشي يعني بيجي خلص انه مثلا مثلا 217 خلص 217 210 110 105 37 27 الى اخره. ماشي طيب هلا انا بدي احط المجال. انا شلون بدي احط المجال اذا كان اعطيني بس هو هيك نصف قطر
والمركز. نفس الشي هون، قلنا ناقص و زائد يعني أنا لازم العدد الصغير هون شو حطه؟ 2 ناقص 0.05، وهون المركز زائد نصف القطر، يعني هون جمعهم هون طرحهم، ماشي؟ فطلع معي أنا 1.95 و2.05، ماشي؟ طيب هذا التمرين انتوا بتتدربوا عليه وبتحلوه، ماشي؟ طيب نحن هون في عنا طريقة تانية، انه بما انه صار عنا المجال فبنقول له انه اف الاكس محصور بين قيمتين اللي هي بين الكبيرة وبين الصغيرة، يعني هو اصغر من الكبير واكبر من الصغير، ماشي؟ ومنضل نشتغل نضرب ونقسم لنوصل لاخر شي نحصل على اكس، ماشي؟ طبعا في امثلة محلولة ورح نشرحها ان شاء الله، ورح توضح الصورة اكثر، يعني اكيد ما هو مثال واحد عن تمارين الشرط، رح يكون في عنا اكثر من تمرين. لسه في عنا طبعا اسئلة الوحدة رح اللي تشمل كل شي اخذناه نحن.